اللهم لا صبر لنا على البلاء ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا، ولا تكل قلوبنا في التعلق بخلقك لقضاء حاجاتنا، وتول أنت كفايتنا، وانظر إلينا بعين الإحسان في جميع أمورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جبت لكم بقى حاجة جميلة المرة دي عشان خاطر السحور كده، وكلنا لازم نسحر بيها وبتبقى جميلة وخفيفة. قلت بقى اعمل لكم المرة دي بقى الزبادي الجميلة بتاعتنا من لبن البلدي، وبطريقة سهلة وموفرة جدا وبسيطة، ان شاء الله هتعجبكم. ومن كيلو اللبن عملنا كمية كبيرة وكمية حلوة من الزبادي، وفرت لي كتير، اوفر بكتير من بره. الكيلو اللبن عمل لي 7 كوبايات من الزبادي. طبعا الكوباية دي معيارها كبير، اللي هو المج الكبير، يعني حوالي كده قد علبتين زبادي من بتاعت بره، وهتوفر معاكم كتير طبعا، عشان خاطر اللبن غلي والزبادي غليت. فانا قلت احاول كده ابسط لكم في طريقه الزبادي وتبقى سهله وجميله. هنبدا بقى كده، وهنجيب كيلو لبن بلدي ومعاه علبه زبادي. طبعا علبه الزبادي دي عشان اول مره هنعمل فيها الزبادي بتاعتنا. كل مرة هنخلي مثلا حوالي معلقتين كبار من الزبادي او علبة من الزبادي اللي احنا بقى هنعمله كل يوم ان شاء الله، مش هنحتاج نشتريها تاني. اول حاجة هنبدأ نغلي اللبن على النار، واول ما يبدأ يغلي معانا كده هنوطي عليه بقى النار بالراحة علشان ما يفورش مني. هقلب كده تقليبة، هوطي النار عليه عشان يفضل يغلي معايا شوية، ما تقلقيش مش هيفور، عشان النار هادية زي ما انتوا شايفين كده. عشان خاطر طبعا لو اللبن فيه نسبة من المية او سوائل او كده تتبخر معايا، ويبقى اللبن بتاعي كويس عشان يديني نتيجة حلوة. بعد ما غليت اللبن زي ما انتوا شايفين هسيبه يبرد، ان انا احط صباعي فيه كده ما تلسعش، اخليه شوية كده لحد ما اخلي صباعي فيه ما يتلسعش، اللي هي الفترة، ما يبقاش سخن. اهم حاجة ما يبقاش سخن، ايديا تستحمله. هجيب بقى علبة زبادي هضيفها في طبق كده، وهجيب معلقة عسل ابيض كبيرة. ما تقلقيش هي مش هتسكر معاكي حاجة، بس دي هتظبط من طعم الزبادي وهتخليها جميلة جدا، هتظبط لي طعم الزبادي وهتخليها حلو. هقلب كويس الزبادي مع العسل، وهضيف حوالي كده ربع كوباية من لبن على الزبادي، عشان خاطر ادوب الزبادي خالص يبقى القوام بتاعها كريمي. افضل اقلب فيها جامد كده لحد ما القوام يبقى كريمي معايا، عشان ما يبقاش فيها اي كلكعه. لازم الخطوه دي مهمه. كده القوام بتاعي جميل كده، مفيش اي كلكعه فيه ولا حاجه. هضيفها بقى على اللبن، على كيلو اللبن انزل كل الكميه، وهبدأ اضرب بقى اللبن كويس كده بالمضرب اليدوي لحد ما كل الخليط يندمج مع بعضه كده كويس، عشان يديني نتيجة كويسة. بعد ما قلبت اللبن بالخميرة اللي انا حطيتها، الخميرة اللي هي طبعا علبة الزبادي مع العسل، هبدأ بقى اضيفه في الكوبايات بتاعتي. لو عندي كوبايات بلاستيك اللي هي الشفافة تتباع بره برضه هتبقى جميلة، وهتخليها عندك بالغطا بتاعها. ما عندكيش هتقدري تحطي بقى في اي كوبايات عندك. كده انا حطيت كل الكمية بتاعت اللبن، عمل لي 7 كوبايات من المج الكبير، المج الواحد حوالي علبتين من الزبادي. هنا بقى حطيتهم في صينية، وهضيف عليهم مية سخنة، ما تكونش بتغلي، المية تكون سخنة بتطلع بخار كده بس ما تكونش بتغلي، على يعني لحد ما يوصل لنص الكوبايات كده. بعد كده هغطيهم بصينية تاني مربعة كده زي ما انتوا شايفين،
وهبدأ ادفي كده الفرن حاجة بسيطة، وبعدين هغطي تاني الصينية بتاعتي وادخلها جوه الفرن. هخليها 4 ساعات. هلاقيه ماسك معايا اللبن وبقى زي الفل. حابة تسيبي اكتر من كده ماشي براحتك. وبعد كده تخرجيه تحطيه في التلاجة. هيبقى بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، زبادي متماسك وجميل. وطعمه جميل جدا وكريمي، وعليه الوش بتاع اللبن باين ازاي. بصراحة كان طعمه حلو جدا ولذيذ وخفيف، احلى بكتير من بتاع بره. واهم حاجة نوع اللبن اللي انت بتجيبيه هو اللي هيديك الطعم الكويس، الطعم الحلو للزبادي. بصوا كمان نسبة القشطة عليه قد ايه. ده لسه كمان لما يقعد في التلاجة اكتر هيعمل نسبة قشطة اكتر من كده. طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة صعبة. يا رب يكون عجبتكم وسهلت لكم كده في الزبادي الجميل بتاع البيت، وحاجة مضمونة وموفرة، وبألف هنا وشفا. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هنبدأ بقى في الحاجة التانية. طبعا كلنا بنستغناش عنها في السحور، فول المدمس بتاع المحلات بالظبط. وجبت لكم الطريقة السهلة البسيطة، مش محتاجة اي حاجة برضو. هنبدأ بقى مع بعض. هنجيب الفول. نوع الفول، انا الفول بتاعي ده كان عندي بصراحة هو لونه كان غامق شوية. انت لما تيجي تجيبي الفول الفاتح اللي هو الكبير، تقولوا عايزة الفول المدمس بيبقى لونه فاتح شوية عن ده، عشان برضو اديكي النتيجة احسن من دي. لان الكيس ده بصراحة كان عندي وانا ما حبيتش ان انا ارميه، قلت لازم هستفاد منه برضو. جبت الفول. انا نقعت الفول يوم بحاله، يوم كامل بحاله كده في المية لحد ما لقيت حجمه تضاعف. بقى ابتديت اما بدوس عليه كده الفولة بتتفتح معايا، اضطرت شوية وحجمها زاد. جبت نص كيلو من الفول المدمس، وكوباية من الفول المدشوش المقادير بتاعتي، وكوباية من العدس الأصفر. نص كيلو فول مدمس، كوباية من الفول المدشوش، وكوباية من العدس الأصفر. بعد ما نقعت طبعا الفول السليم والفول المدشوش يوم كامل علشان أسهل معايا في عملية السوى، ما ياخدش مني وقت كبير. جبت الدماسة وضفت الفول بتاعي، فول مدمس والفول المدشوش، ونص كوباية العدس الأصفر عليهم. كل ده طبعا مغسول ومتصفي. وهبدأ أضيف عليهم مية طبعا سخنة بتغلي، علشان برضو يسرع لي من عملية السوى، ما ياخدش وقت كتير معايا. هضيف مية لحد طبعا ما اغطي كل الكمية بتاعة الفول زي ما انتوا شايفين، وقبل الاخر بشوية عشان ما تفرش مني الدماسة، واحطها على النار، على نار عالية لحد ما تغلي معايا. هنا لسه ما غليتش، انا بوريكم لسه الفول ما غليش. هغطي وهسيبها لحد ما تغلي معايا. هنا ابتدت تغلي. هشيل بقى الوش اللي بتاع يعني اللي على وش الفول ده كده هشيله، وهغطيه بقى وهسيبه يغلي معايا. هغطيه بقى وهوطي على نار هاديه. بصراحه ما خدش وقت كبير معايا عشان انا نقعاه، يعني قعد حوالي كده 2-3 ولقيت الفوله استوت زي ما انتوا شايفين، لان النار هاديه. الفوله اتهرت معايا وجميله ومستويه وزي الفل. وهنا بقى هقول لكم على اللون الجميل بتاع الفول اللي احنا بنجيبه من بره. اللون ده انا جبته من عند العطار، قلت له عايزه اللون اللي بيضيفوه للفول المدمس، واللون ده قال لي لونه اصفر تطرزي. لو انت مش هتفتكريه او حاجه قولي له انا عايزه اللون اللي بيتضاف على الفول المدمس، اسمه اصفر تطرزي.
انا هنا دوبته يعني في حوالي كده ربع كوبايه ميه. حطيت حاجه بسيطه جدا، قولي ربع معلقه من اللون ده لون طبيعي وصحي ما فيهوش اي ضرر، ما تقلقيش. انا مرضتش اضيف لكم البابريكا او الحاجات التانية، لان بصراحه هتغمق معايا اكتر، مش هتديني الدرجه بتاعت بره، وانتوا هتشوفوها وتلاحظوها دلوقتي. هحط بقى كميه قليله، مش هحط كلها، وهقلب واشوف اللون اللي يناسبني او اللون اللي هو زي بتاع بره ولا لا. كده ابتدى يلون معايا شويه. لسه هضيف حبه كمان، حاجه بسيطه كده، حوالي معلقه لحد ما تظبطي ايدك في اللون، عشان هو بصراحه اللون شديد يعني بيظهر. او بصوا اللون الجميل ظهر معايا اهو. وشايفين قوام الفول اللي هو الفول المدشوش والعدس، انا ما ضفتش اي نشا ولا اي حاجه، هو تقل مع نفسه واتظبط مع نفسه، علشان في فول مدشوش وفي عدس. فده طبعا كل ده داب معايا واداني اللون الجميل بتاع الفول بتاع العربيات او المحلات اللي بره الجميل اللي كلنا بنحبه. ده اللي كان بيفرق من فول البيت عن فول بره. بص اللون جميل ازاي، والقوام بتاعه تقيل وجميل ازاي. طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. ويا رب يكون عجبتكم واستفدتوا منها. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات بعد ما تجربوه طبعا، وتقولي لي ايه النتيجة. وبألف هنا وشفا، احلى طبق فول على السحور، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.